ازيكم؟ نيجي في الجزء الثاني اللي عامل مشاكل كبيرة. الجزء اللي هو يقولك يا مستر بقى فيه منطق، يا مستر هو المنطق صعب، يا مستر انا خلاص هعيط، حتى الفلسفة اللي كانت سهلة وحلوة بقى الوضع فيها اصعب، بقى الوضع فيها مش حلو. هقولك لا، هقولك استنى، المنطق هو من ألطف الحاجات اللي هتاخدها. ممكن يكون المعلومات اللي فيه تقيلة شوية، المعلومات اللي فيه عايزة تركيز، انما لو انت قدرت تستفاد من المنطق وقدرت ان انت تفهم المنطق هو عايز ايه وعايز يوصلك لايه، هتبقى شخص في حتة تانية خالص. زي كده ما بنقول على الشناوي، يقول لك الشناوي ده في حتة تانية خالص. انت لو قدرت تستخدم المنطق صح هتبقى برضو في حتة تانية خالص. ونفس الكلام عندنا فصلين، يعني وحدتين. اول وحدة يا شباب بتكلمك مبادئ المنطق والحدود والقضايا. ايه هي مبادئ المنطق؟ اساسيات المنطق، الحدود، القضايا، تمام كده، المفهوم والمصادق، الكليات الخمسة، اساسيات للمنطق. تاني وحدة معانا تعريف الاستدلال، وهناخد بقى الاستدلال المباشر والغير مباشر، مربع ارسطو والتقابل عليه. وعايز اقول لك على حاجة، اكتر الناس بتيجي تقول لك مربع ارسطو ده يا لهوي انا بخاف منه، ده مشكلة كبيرة. هقول لك لا، ركز معايا، مربع ارسطو مفيش اسهل منه. يلا بينا نبتدي وايه نشوف حصة النهاردة بتكلمني على ايه. مبادئ علم المنطق. اولا كده ايه هو المنطق ده بقى يا مستر؟ تعالى كده ايه نطلعها. هتيجي تقول لي والله ما اعرفش ايه المنطق ده. انا سعيد صالح كان في الافيه يقول لك انا اللي اعرفه ان لما واحد ياخد بحاجه على دماغه يقع ما يحطش منطق. هو ده المنطق بالنسبه لي. اقول لك واحده واحده بقى. المنطق ليه تعريفات، ليه تعريف لغوي واصطلاحي. يعني تعريف من اللغه، اساس كلمه المنطق في اللغه، والتعريف الاصطلاحي يعني وظيفه المنطق. المنطق ده بيفيدني في ايه، بيعمل لي ايه، وظيفته في حياتنا ايه. يبقى اي تعريف اصطلاحي هو وظيفه الشيء اللي بنعرفه ده، هو والله ده بيعمل لك ايه، بيتكلم عن ايه يعني. يبقى اول حاجه معانا التعريف اللغوي للمنطق. المنطق كلمه يونانيه اصلها، يبقى في اليوناني، في اللغه اليونانيه كلمه المنطق اللي هي لوجوس. يبقى المنطق كلمه ايه؟ يونانيه تعني او ايه معناها لوجوس. طب يا مستر لوجوس دي يعني ايه؟ الكلمة اليونانية اللي هي المنطق باليوناني ده، لوجوس ده يعني ايه؟ قال لك تعني الكلمة او العقل. يبقى المنطق في اللغة اليونانية اسمه لوجوس. طب لوجوس ده اللي هو ايه؟ الكلمة او العقل. طب المنطق في اللغة العربية مشتق من النطق. يبقى المنطق في العربي مشتق من ايه؟ النطق. والمقصود بالنطق، ايه المقصود بالنطق؟ المقصود بالنطق هو الكلام الصادر عن العقل، هو الكلام اللي بيجي منين؟ من العقل بتاعك، هو الكلام الصادر عن العقل بتاع سيادتك. يبقى هنا التعريف اللغوي للمنطق، تعريف الايه؟ المنطق ده في اللغة، معنى كلمة المنطق زي ما اقول لك تسنيم مثلا. يعني ايه كلمة تسنيم؟ تقول لي يا مستر تسنيم يعني عين بيشرب منها ايه؟ الناس في الجنة، صح؟ ده معنى الاسم. علياء اللي هي عالية المكان، ذو الشأن الرفيع. يبقى ده معنى الكلمة فين؟ في اللغة. فمعنى كلمة المنطق في اللغة اليونانية والعربية، في اليوناني لوجوس. يعني ايه لوجوس؟ يعني الكلمة او العقل. في العربي مشتقا من النطق. يعني ايه النطق؟ يعني الكلام الصادر عن التعقل، يعني الكلام الصادر عن التفكير. ده التعريف اللغوي. طب يا مستر التعريف الاصطلاحي بقى وظيفته ايه؟ بيفيدني في ايه؟ المنطق ده عايز مني ايه؟ التعريف الاصطلاحي يا شباب قال لك والله لا يوجد تعريف جامع وشامل للمنطق مانع للمنطق، ولكن هناك تعريفات توضح موضوعه. يعني بيكلمك عن ايه واهميته. احنا خلاص عرفنا بقى الموضوع يعني الاهمية. هنا قال لك والله مفيش تعريف واحد مانع وشامل للمنطق. يعني ايه يا مستر؟
يعني اما اجي اقول لك علم التاريخ ايه هو، تقول لي علم دراسة الاحداث في الماضي. الجغرافيا التضاريس المكانية وخصائص السكان. الكيمياء التفاعلات الكيميائية والخصائص بتاعة المواد الكيميائية، صح ولا لأ؟ الميكانيكا علم الحركة. الاستاتيكا علم السكون، وهكذا. في تعريفات واحدة. المنطق ملوش كده. ليه؟ لأنه يعتبر من أساس الفلسفة اللي هي وجهات نظر، يعني كل واحد ممكن يعرف المنطق بوجهة نظر مختلفة عن التاني، بس كلهم بيتفقوا ان موضوعه واحد. طب موضوعه ايه بقى؟ التعريف بقى، التعريف اللي بيعرف لي الموضوع بتاعه قال لك العلم الذي يدرس القواعد والمبادئ العامة للتفكير الصحيح. العلم اللي بيدرس لك ايه هي القواعد عشان تفكر صح. زي ما قلت لك في الاول، كلنا بنفكر. يا مستر كلنا بنفكر، مفيش حد ما بيفكرش، صح؟ صح. ولكن ايه بقى؟ بقعد افكر يا مستر واجيب الحل، اول ما اعمله الاقي نفسي بوظت الدنيا. زي ما يقول لك ايه، جاي كحلها عماها. ليه؟ طريقة تفكيرك غلط، انت فكرت بطريقة غلط. يبقى هنا هو ده التعريف الاصطلاحي للمنطق، هو دراسة قواعد التفكير السليم. انا بعلمك وبخليك تدرس ازاي تفكر صح، مش مجرد ان انت تعمل ايه، ان انت والله تنتقل كده بفكر وخلاص. ما كلنا بنفكر، بس في ناس بتفكر صح وفي ناس بتلبس في حيطة بتفكيرها. التوضيح يبحث في القواعد المتعلقة بجميع حقوق التفكير الإنساني في مختلف مجالات العلم والحياة. يبقى هنا هو بيدرس في كل المجالات بتاعة الحياة ازاي نفكر بطريقة جيدة. معنى كده مستر ان احنا مش هنعرف نفكر الا او مش هنعرف نفكر صح الا لما ندرس منطق. هقول لك الكلام ده غلط. ليه؟ لان المنطق اصلا يا شباب احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية. اي مشكلة بتواجهك وبتاخد وقت وتقعد تفكر فيها، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ يبقى انت كده بتستخدم المنطق. اي حالة بتقعد تفكر انا عايز اذاكر بوقت معين علشان انجح، علشان تقديراتي تبقى كويسة، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ يبقى انت كده بتفكر بمنطق. يبقى المنطق موجود في حياتنا اليومية عادي جدا، مش شرط ان انا اتعلمه عشان افكر بيه. احنا لا يا مستر، بنستخدم المنطق في حياتنا اليومية علشان ايه؟ في مشاكل كتير بنحلها، يبقى ده استخدام منطقي. معنى كده بقى خلاص ما تعلمونيش، اقول لك لا، ما هي مرة تصيب ومرة تخيب. انما لما تدرس ازاي المنطق وازاي افكر صح وابعد عن عوامل الوقوع في الخطأ، يبقى دايما تفكيرك هيبقى صحيح. وهنا ده مثال عن اللي احنا لسه قايلينه، ان الحلول المختلفة اللي بنجيبها في حياتنا بنحل المشاكل، نحل مشاكل اصحابنا، يبقى ده تفكير ايه يا شباب؟ تفكير منطقي. خلي بالك بقى من حاجة، دراسة قواعد التفكير السليم تفيد في ايه؟ لو انا هدرس المنطق ده وادرس ازاي افكر صح، هيفيدني في ايه؟ اول حاجة هتفيدني ان هو ازالة اللبس، انك ما تبقاش متلخبط. ازالة او التمييز بين العناصر المتداخلة والمتشابهة، برضو ان انت تقدر تفرق بين الحاجات اللي شبه بعض. وده هيبان اكتر فين؟ في اهمية المنطق والفائدة بتاعته. عندي كام اهمية يا مستر للمنطق؟ عندي 5 اهميات لايه؟ للمنطق بتاعنا. تعالوا بقى نقراهم مع بعض وكمان نفهمهم. اول حاجة قال لك يساعد على التمييز بين الادلة السليمة والغير سليمة والكافية والغير كافية. يعني ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ لما تقدر تفكر بمنطقية تقدر تفرق ما بين ايه وايه، تقدر تفرق ما بين الادلة الصح والغلط، تقدر تفرق ما بين الكلام الصحيح وعليه أدلة والكلام الغير صحيح. غير كده كمان تفرق ما بين الأدلة الكافية والغير كافية. يعني مستر أنا شاطر جدا في مادة الفلسفة، هل ده كفاية إن أنت أقول عليك شاطر في كل المواد؟ لا. مستر أنا نجحت في الثانوية العامة، هل ده كفاية إنها تدخلك كلية معينة؟ هقول لك لا. ليه؟ لأن لازم يبقى
معاها نتيجة كويسة. يبقى هنا أول حاجة المنطق بيساعدني فيها إن أنا أفرق ما بين الصح والغلط، وكمان الكافي والغير كافي. تاني حاجة معانا، يحرر الفرد من تأثير العاطفة والاستهواء والدعايات والشائعات. يعني إيه؟ بيخلي حضرتك ببساطة كده ما بتبقاش بتصدق أي حاجة، ما بتمشيش ورا مشاعرك زي ما هناخد في عمل الوقوع في الخطأ. لا، هو بيحررك من تأثير العاطفة. مثلا لو انت قاضي وجات واحدة قدامك سرقت، فتقول والله دي عندها عيال وواحدة ست، خلاص انا هديها براءة. لا، هي لازم تتعاقب. ليه؟ لان هي سرقت. يبقى هنا هو بيخليك تتحرر من الايه، تأثير العواطف بتاعتك، لان العواطف بتاعتنا يا شباب هي بتحركنا، وهنشرح ده اكتر في الدرس اللي جاي. تالت حاجة معانا، بيخلي سيادتك تنمية الاتجاه النقد اللي احنا قعدنا نقوله بقى في الفلسفة، اللي هو قدرة على التحليل والتقويم والنقد لدى دارسيه. فالقارئ او السامع اللي بيدرس المنطق بيفحص الحجة، بيفحص الدليل، بيشوف هل الكلام ده صح ولا لا، هل الكلام ده ليه أدلة وإثباتات ولا لا. فبينمي عند حضرتك الاتجاه النقدي. 4، يعود الفرد على اختيار ألفاظه بدقة، بيخلي حضرتك تختار الكلمات الواضحة السلسة السليمة، الكلمات السهلة اللي على طول بتروح لك اهي. يبقى هنا 4، يعود الفرد على اختيار ألفاظه ايه بدقة، ان في بعض الكلمات بيبقى ليها اكتر من معنى، برضو موجودة في عوامل الوقوع في الخطأ. فهنا انت قصدك ده ولا ده، فلازم اختار كلمات دقيقة. المنطق بيعودك على كده. اخر حاجة، يسهم في تنمية الروح العلمية للفرد زي مناهج البحث. دايما المنطق عايزك تنتج، عايزك تشوف طرق علمية جديدة، عايزك دايما ان انت تعمل ايه، تستخدم المناهج العلمية زي المنهج التجريبي. يبقى ده كده يا شباب اول درس موجود عندنا في المنطق، وهو بعرفك الاول ايه هو المنطق، هل هو اهميته في حياتنا عاملة ازاي، وهل هو موجود في حياتنا ولا لا، وكمان اهمية المنطق. نيجي نعمل ايه يا مستر؟ نحل كام سؤال مع بعض كده ونبتدي ان احنا نخش على طول في الدرس التاني. اول حاجة قال لك أشار دكتور محمد مهران إلى أن المنطق علما يعلمنا المبادئ التي يقوم عليها الاستدلال. بيعلمنا إزاي نستدل، إزاي ننتقل من المقدمات للنتيجة. يبقى هنا يا مستر إحنا بنتكلم على إيه بقى؟ هل على علاقته بالنحو ولا المعنى الاصطلاحي، ولا علاقته باللغة ولا المعنى اللغوي؟ الاتنين دول واحد. لا، علاقته بالنحو ما اتكلمناش عليها، يبقى هنا المعنى الاصطلاحي، لان كمان بيقول لك هو بيعلمنا يعني ليه وظيفة. طيب، حصل الأديب العالمي نجيب محفوظ على جائزة نوبل، وذلك يرجع إلى عدة أسباب، منها اهتمامه بانتقاء كلماته، وإيه تاني؟ وتناسق الأحداث التي تعبر عن براعته القصصية. يبقى ده يجسد أهمية الموقف يا شباب، أو فوائد الموقف. المنطق في إيه؟ هنا هل فهم أسس الاستدلال، ولا التحرر من العاطفة، ولا اختيار الألفاظ بدقة، ولا تنمية الروح العلمية؟ هو قال لك خد جايزة نوبل علشان بينتقي كلماته، يبقى على طول يا مستر اختيار الألفاظ بدقة. نيجي للسؤال الثالث. حضرتك القول المأثور، إن كان الشغف، لو شغفك مشاعرك هي اللي بتقودك، فدع المنطق يمسك اللجام. لو انت ماشي ورا مشاعرك كده وورا شغفك، هي اللي سايقاك على طول، هي اللي بتوجهك، قالك لا، خلي المنطق بقى اللي يمسك ايه، امسك العقل كده زي ما احنا بنقول علشان نتفادى الخطأ. يدعو القول السابق الى التمسك بفائدة من فوائد المنطق، وهي ايه؟ قال ازالة اللبس، ولا التحرر من العاطفة، ولا اختيار الألفاظ بدقة، ولا تنمية الروح العلمية. الشغف يعني المشاعر، يعني الأحاسيس. يبقى كده يا مستر المنطق اللي يمسك اللجام، يبقى احنا بنتحرر من العاطفة. نيجي لآخر سؤال من أقوال دكتور إبراهيم الفقي. عندما تبنى الأحاسيس على المنطق معين، الأحاسيس دي بتبني على منطق معين، يكون القرار أفضل. ولو أتت الأحاسيس مالها بقى
في المقدمة فأنها تكون في غاية الخطورة. تكشف المقولة عن ما يحققه دراسة المنطق من فوائد، وهو نفس السؤال. ايه هو يا مستر؟ اول حاجة التحرر من تأثير العاطفة والشائعات. ليه؟ لان هنا انا عايز مخليش احاسيسي هي اللي بتقودني. كم مرة تبقى سيادتك او سيادتك مصاحب واحد وماما او بابا يقول لك بلاش صاحبك ده وحش، وانت تقول له ده اخويا، القلم عمال يقع ده شقي، ده اللي مفيش منه يا مستر، ده والله بص صاحبي قوي. ويجي بعد فترة تلاقي صاحبك قوي ده دخلك في مشاكل. ليه؟ لان انت كنت بتفكر بيه بعاطفة. يبقى كده يا اساتذة ده اول درس لينا في المنطق. اشوفكم في دروس جديدة بسرعة بسرعة بسرعة. عايزين نخلص الشهر الاول علشان نبتدي ان احنا نعمل ايه؟ نخش في الشهر التاني وتبقوا في احسن حال يا رب، ودايما فاهمين مع بعض، ودايما بنحل باحسن الطرق. وعايزكم تتفوقوا مش في مادتي بس، في كل المواد من احسن لاحسن. اشوفكم الحصة اللي جاية.